السلام عليكم الأصدقاء، سعيد بلقائكم اليوم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال مع مجهول. موضوع حلقة اليوم نقدر نصنفوه ظاهرة من الظواهر اللي ولينا نشوفه بزاف في عصرنا الحالي، واللي هي الوشم. انتشر بكثرة بين شبابنا. الوشم ليس ظاهرة حديثة، الوشم له قرون وقرون قبل ظهور الإسلام، وكل فئة واستعمالها للوشم. فعلى سبيل المثال وشم القبائل الأمازيغية لمعرفة أصل القبيلة، ومن خلال الوشم يمكنك معرفة المنطقة أو القبيلة. وكان أيضا زينة للنساء قديما. الآن أصبح رياضيون وفنانون وممثلون يتزينون بالوشم، أصبح شيء عادي. ففي أمريكا وأوروبا نجد رجال الشرطة يضعون وشوم تسمى حرية فردية. جسدك ملكك، لا يمكن لأحد التحكم فيه. ما يهمهم هو ماذا تعرف، هل أنت قادر على مهمتك أو لا. لا يهتمون لمنظرك، هذه نقطة جيدة. لكن هل الوشم لا يؤثر على صحة الواشم؟ العديد من الخبراء يقولون أن الوشم يلوث الدم بنسبة 10%، يعني لا يمكن للواشم التبرع بالدم. و80% يتعرض الواشم لإصابة بسرطان الجلد، لأن الوشم يعتبر مثل حريق. الحبر يخترق الجلد ويبقى في الجسد سنوات وسنوات، ومع ذلك العديد يضعون الوشم. أكدت دراسة أمريكية أن أغلبية من يضعون الوشم يكونون في سن ما بين 16 سنة و 28 سنة، يعني فترة المراهقة. فالشاب عندما يرى نجمه المفضل في كرة القدم أو الغناء أو ما شابه يضع وشم، فإنه يتأثر به ويسقط في الفخ. فكم من رجل وحتى امرأة ندموا ندما شديدا على وشومهم، ومنهم من قام بعمليات لإزاله، لكن يبقى دائما تشوه في الجسد رغم إزالته، يصبح تشوه عوض زينة. زيادة على ذلك ألم الإبرة، فليس بالسهل ذلك. إذا أردت الوشم يجب عليك الصبر، وحتى في دين الإسلام يحرم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلم النساء اللي هم بتوع الزينة، يعني المرأة تحب أن تظهر بجمال معين فتعمل وشم، فلعنها رسول الله لأن تغير خلق الله. نكتفي بهذا القدر. الآن سنمر لضيوفنا الكرام مع أول سؤال. السلام عليكم اخي حمزه. اولا كنشكرك بزاف على الاستضافه في هذا البرنامج ديال سؤال مع مجهول، اللي واخا تيكون الشخص مجهول مع التجربه وداكشي اللي كنستافدوا منه كنولوا بحال كنعرفوه. وتحيه خاصه للمشاهدين الكرام. او ضد الوشم، واش غنقول لك اخي حمزه، انا كيعجبني الوشم بزاف، ولكن في نفس الوقت ما كنصح به حتى شي واحد. يعني انا ضد الوشم. علاش؟ كاين بزاف ديال الاسباب. في اضرار جسديه وحتى اضرار نفسيه، وهادشي علاش محرمو الله سبحانه وتعالى. سلام حمزه، والسلام لكاع المتابعين ديالك اللي كينتظروا دائما الجديد ديالك والحلقات ديالك، خصوصا حلقات ديال السؤال مع مجهول، اللي انا اكيد من المتابعين ديالها اللي ديما كنسمعها وديما كنتظرها، حيت كيهموني دائما نسمع اراء مختلفه ديال الناس من طبقات ومن مستويات مختلفه. وكنبغي نشكرك بزاف الاستضافه ديالك ليا اليوم، وكنتمنى اني نكون عند حسن ظن المستمعين ديالك والناس اللي دائما كيتابعوا البرامج ديالك. انا ضد الوشم، ضد لانه الديانه ديالي كترفض الوشم وكتحرمه. هادشي اللي كيخليني انني نكون ضد الوشم. كيعجبني كحاجه فنيه وزوينه، كيعجبني نشوفها، كيعجبني نديرها، مي من بيسكو هو حرام فما امبوسيبل نديرو، ما نقدرش نديرو، لان الديانه ديالي كترفض عليا انني ندير الوشم. الوشم اللي تنعرف عليه هو انه قديم بزاف، يعني جاي من زمان عبر التاريخ. تنظن اول وحدين وشومو وهما الاينو، السكان الاصليين ديال اليابان، اليابان. هذوك الناس كانوا كيوشموا الوجوه ديالهم يعني كعاده وتقاليد. وعندك حتى شمال افريقيا معروفين الامازيغ بالوشم، وراك عارف هذا الوقت ولا الوشم
موضه، كلشي باغي يوشم، كلشي باغي يتزين. فكاين اللي يديروا على شكل الزينه باغي يتزين به، وكاين اللي كيبغي يبرز الذات ديالو ويوصل واحد الميساج على انه تبغي ديك الحاجه ولا متعلق بها، يعني مهووس بديك الحاجه باش كلشي يشوفها، كلشي يعرف راه متعلق هو بديك الحاجه. وكاينه حاجه اللي خطر وهي الوشم ديال العصابات، ولا بغينا نصحوها نقولوا حرب العصابات. فبداك الوشم كل عصابات تكون عندها الرشمه ديالها باش كيفرقوا بعضياتهم، يعرفوا الاعداء ديالهم. والوشم اخي حمزه في حد ذاته راه تعذيب للجسد. دابا كاين اللي كيوشم وشمه غير صغيره بحال ما تنقولوا فراشه، كروه مثلا كيهدف بها بانه تيسكن في الحومه الفلانيه في السجون الفلانيه. وكاين اللي كيوشم الذات كامله، فهي كما قلت لك راه تعذيب للجسد. يعني باش تبقى تدك بالبراق، دابا هي تطورات ولات واحد الماكينه باش كدك، راه كاين واحد الحريق، راه داكشي ما ساهلش. واخا هكاك اخي حمزه. صراحه الوشم ما عنديش عليه بزاف ديال المعلومات ديالي بسيطه على الوشم. اللي كنعرف على الوشم هو انه عباره عن رسومات زخرفيه اللي كترسم وكتحط في موضع في الجسم اللي كيختاروا الانسان اللي غيوشم. وهو عباره عن مخازات بالابر كيتخلطوا مع الحبر، دابا ولات كيديروا حتى الالوان. فاللي كنعرفوا انه كيألم بزاف، ماشي ساهل انك توشم، واخا انك كيعطي مظهر زوين وكل شيء، مي فريمون كيألم بزاف الموضوع اللي كيدار فيه. هادو هما المعلومات اللي كانوا زعما اللي عندي على الوشم، معلومات بسيطه، ما عنديش زعما شي حاجه كبيره على الوشم. وكنعرف انه هو كيقدر يؤدي لبزاف ديال الامراض اللي تقدر فريمون تدير عاهات وهدف في جسم الانسان. انا كنت مهووس بالوشم، وكان عندي واحد صاحبي كان بروفيسيونيل في الوشم، هو اللي كيوشم الناس، راه معروف. واللي خلاني ما نوشمش راه شحال من خطره، حتى كيحط الماكينه على كتفي ولا على رجلي واش ابغي يحبس. وهما والديا، الناس العائله، كيفاش غيشوفك المجتمع؟ حيت اللي تيكون واشم تيبان اكثر تحررا، ما تيبانش بحال الانسان العادي، تيبقى يبان لك بحال شي حاجه ماشي هي هذيك، بحال ما عنده كلمه، ماشي اهل الثقه، بزاف د الحوايج تيشوفك المجتمع واحد الشوفه خايبه. والاغلبيه كنت مهووس وانا في لادوليسونس، يعني في المراهقه ديالي، وشحال من حاجه كنت غنوشمها الصراحه كنت غندم عليها من بعد، حيت في ذاك العمر كيكون عندك واحد التخيلات، واحد الاحلام، وبزاف ديال الحوايج اللي ما كيصدقوش من بعد. فشحال من واحد تعرفو وشم ولات عنده هي ذكرى خايبه، هي تنسات لي من بالو ديك الحاجه اللي وشم وبقات ليه في الذات ديالو، ما كيلقاش باش يدير اوبيراسيون، واخا كيبغي يدير اوبيراسيون ما كتنجحش 100%، يعني كيولي بحال التشوه. ولا بزاف ديال الدراري اللي كنشوفهم كيشدوا موس ولا جنوي عريض تيسخنوه مزيان في العافيه وتيشوهوا به عاوتاني الذات ديالو، يعني كيحيد التشويه بتشويه اخر كفس منه، وهذا ماشي حل. فالحل هو انه الانسان ما يدير شي خطوه حتى يفكر مزيان، وهذا الشيء اللي كيوصل لواحد الحاله ديال الندم فاش يكون داك التعبير مثلا خايب ولا كيولي ذكرى خايبه، كيولي مكثر الانسان نفسانيا، وهنا كيبدا واحد العقاد، واحد المشاكل اخرى، وكتقلب لك حياتك. وهادشي كامل بسبب واحد الوقيته كنت ناشط، ولا كان كيبان لك واحد الشخص غيدوم معاك، ولا واحد اللقطه كنت واحد الجروب فكتوشم بواحد الحيويه، واحد الطاقه، وفي الاخر ما تيبقى والو، فكيولي بنادم معاك الحال، كتولي بغيت تحيدها من الذات ديالك حيت هي ذكرى سيئه فكتمرضك. هذا ضرر من اضرار ديال الوشم النفسي والجسدي. واحد لابيريود من حياتي كنت بغيت ندير الوشم، مي قلبت ولقيت ان عند بزاف ديال الاضرار، وخصوصا باللي اهم سبب هو ان التحريم ديالو. انا في الديانه ديالي انا كمسلمه الديانه ديالي كتحرم الوشم، دونك هذا كان هو السبب القوي لعدم زعما فعلي لهذا الوشم. وحتى اضافه لانه محرم، لقيت شي مجلات المانيه وامريكيه كتهضر على الخطوره ديال الوشم، بحيث انه كيتسبب في امراض سرطانيه جلديه. الله يحفظنا في جميع المسلمين. خصوصا ان بعض المراكز ديال هذا الوشم كيستعملوا صباغات اللي ماشي انسانيه، اللي هي غير صالحه للاستعمال الجلدي والانساني. فهذه المواد وهذه الصباغات كيشجعوا انهم يديروا سرطانات جلديه. الله يحفظ جميع المسلمين. وحتى الازاله ديال الوشم ماشي سهله، كتكلف اثمنه باهظه، وكتخلي الجسم ولا البلاصه اللي فيها الوشم مشوهه كتقدر تحيد الا بالليزر. فهادشي ما كيشجعش ابدا انني ندير الوشم. فلهذا فكرت بزاف المرات وقلت انني ما يصلحش لي انني ندير الوشم، وخصوصا انه محرم في الديانه ديالي. كنشكرك بزاف اخي حمزه على هذه الحلقه هذه اللي كيف شافوا المشاهدين الكرام، الحلقه اللي قلنا فيها على الزوين والخايب ديال ظاهره الوشم. فتحيه لهم من هذا المنبر هذا، كنشكرهم بزاف على المشاهده. شكرا. الكلمه الاخيره ديالي انا كنصح اي واحد مقتنع
مقتنع انه يدير الوشم على الاقل يقلب على مراكز اللي كدير التعقيمات وكتنقي وكتستعمل مواد اللي هي مزيانه اللي ما غتاذيهمش حيت الاذى ديال الوشم ما كيكونش ديك الساعه. شغل الوشم كيكون على مده طويله، عاد كيبانوا الاعراض ديالو، كيبانوا الامراض اللي يقدر يتسبب فيها، الله يحفظنا كاملين. فدي نصيحه ديالي لكاع اي واحد باغي يدير الوشم. كلمتي الاخيره لك حمزه، كنبغي نشكرك بزاف على الاستضافه ديالك ليا في البرنامج ديالك الجميل، وكنتمنى لك التوفيق، كنتمنى لكاع المستمعين اللي كيسمعوا لي التوفيق يا ربي، كنتمنى انه كاع الناس يشجعوك والمحتوى ديالك جد جميل ومحتوى في المستوى، خصوصا انه كتستضيف ناس كيعطيو الاراء ديالهم. فباش ما كيعطيو الناس الاراء ديالهم، باش ما كان الناس اخرين كياخذوا عبره وكيستافدوا وكيكون عندهم بزاف ديال الاراء اللي غيساعدوهم انهم يديروا داك اللي ياخذوا القرار ديالهم في الاخير. شكرا بزاف حمزه، وشكرا لكاع الناس اللي كيسمعوا لي اليوم، وبالتوفيق الجميع. وصلنا لنهاية الحلقة.